يا ويلي. خبروا لي هذا ابو ياكل الرز بالشوكه والسكين، شي بيطلع شي ناهي. هاي الوصفة يا غوالي إلها 5 بهارات أساسية، بدي أشرحهم بهالطريقة هاي. قد ما كان الشرحات رفاع ما عندي مشكلة. في حال إذا تحسوا السكينة خطرة على إيدكم ففيكم تقطعوا مثل ما بدكم. شرحنا الدجاجات يا غالي بدي فطر، فنقطعه قطعة كبيرة لأنه راح تنزل منه كمية كبيرة من المي. هاي سخنة، المقلاية لازم تكون كتير سخنة على فكرة. وبنزل عليها الدجاجات، بعطيهم وش وبشيلهم فورا. يا غوالي هيك بدي اياهم، شايفين مو مستويين كاملين، شايفين كيف عم ينقطوا؟ لأنه راح يطلعوا معانا هيك من برا فيهم أساوي، بس وقت نحط أسناننا عليهم راح تفوت أسناننا فيهم فورا، فيهم من جوا طراوة. خلصنا الدجاجات، شوية زيت ومننزل عليهم الفطرات، كمان مخليهم شوي يدبلوا، شوية إكليل الجبل، فلفل أبيض، جوزة الطيب، ورشة زعتر بري يا أكابر. هاي الأكلة مو عربية، هاي الأكلة إيطالية. هيك يعني سبحان الله، أنا بحس إنه أخي نحن مثلنا العرب فنانين بالمطبخ ما في. يا ترى أنتم موافقين الرأي ولا لا؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. أنا هيك يعني المطبخ فيه مهارات أكثر وهيك شغلات وهيك أمور، العربي ولا الأوروبي ولا الأجنبي أو بشكل عام. نرجع ننزل شرايح الدجاج يا غوالي، ننزل عليهم نص لتر كريمة سائلة. يا سلام يا سلام، ما قبلت الغلط ابدا. مع شوية رزبة شعرية هلا شي بيطلع شي ناهي. معكرونة جنبها، معكرونة مع زبدة، فيكن تساووا خضرة مسلوقة اللي بتحبوه يعني. شوف. يا سلام. بالله يا كريم يا مبعد عن الرجيم. وين